يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي، اللي جرالي النهارده مش بيجرالي في اي حاجه خالص غير في المناسبات. الدنيا بتتشال وتحط على دماغي وانا عندي عزومه، غير كده كله بيبقى سالك. هنا رميت خلطه المحشي في الزباله، وعندي عزومه وعندي ضيوف وبنت خالي وولادها جايين لي. بس انا اتصرفت ليه؟ عشان انا سوبر وومن يا رجال. واللي عنده اي كلمه غير ان انا سوبر وومن يجي وانا اثبت له ان انا سوبر هيرو مش سوبر وومن كمان. عندنا عزومه، وانا انتوا عارفين ان انا بحب احضر للعزومات بين بالليل وبالذات اللي فيها محشي. فبالليل قلت قومي يا بت اعملي المحشي ورق العنب عشان بياخد وقت، وعشان الضيوف لما يجوا يلاقوا الاكل جاهز ما نقفش كتير في المطبخ، نقعد بقى مع بعض كاصحاب كاسره مع بعضينا. وهنا كنت بعيط عشان الزبده خلصت فمضطره اسيح غيرها، بالف هنا وشوف على قلوبنا كلنا يا رب. فقلت ايه، اجهز بقى عشان بكره ما تلخمش، هبقى على قد ان انا ايه اعبي البتنجان وخلاص. هنا اللولا دخلت قالت لي راسها والف سيف تعمل معايا الاكل، فحاولت الهيها باي حاجه عشان اطردها من المطبخ، ما بتتلهيش، وقفت وحشت وعملت كل حاجه. المهم نبدا بقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا خلطه المحشي العاديه زي البني ادمين العاديين. وانا لوحدي بعمل محشي عادي بيبات باليومين في التلاجة ني، وبسويه عادي مفيش اي مشاكل خالص. اول ما يجيلي ضيوف يحصل اللي حصل. تعال اقول لكم ايه اللي حصل بعد ما نخلص الليله دي. ده بالليل سلقت ورق العنب، بحط شويه خل وشويه زيت عشان يبقى ناعم كده وطري من الزيت، والخل ما يخليهوش لا فيه نوع مهما كان اصفر وهو ني او حلو يعني تحسوا ان هو بيسود بعد السوا، في نوع كده. فانا تجنبا للنوع ده يقع في ايدي بحط شويه خل بيظبط الموضوع، وليمونه وانا بسوي ما بيسودش خالص. نعمل خلطه المحشي على ايدينا عشان الكبه بايظه. ان شاء الله توكيل كنود يتصلوا بيا هم، عشان انا مكسله اتصل بيهم اشوف فروعهم، يتصلوا بيا فجاه كده من غير ما من حيث لا احتسب، يقولوا لي اتفضلي احنا فرعنا كذا تعالي هات لنا الكبه واحنا هنصلحها لك. ويا ريت يبقى على حسابهم عشان انا مش عارفه هدفع كام. اصل مش الكبه هي اللي بايظه، ده الكيتشن ماشين كله. يلا يلا خلاص خلاص، مش كل مره هشيلكوا همي يتحرق الكيتشن ماشين اكتر ما هو محروق. هنعمل خلطة محشي عادية جدا. هندبل البصل نحط عليها قوطة، حطيت هنا ملح اللهم صل على النبي اسمه ايه، فلفل احمر كنت شاريه وانا بخزن التوم. هنقطع الخضرة عادي جدا، بس انا هعمل حساب ان في 3 كيلو ونص بتنجان وكيلو ونص كوسة وكيلو فلفل، يعني الخلطة دي هتكفي ده كله. ولو انا مخنفة شوية فعادي عشان عندي دور برد جامد. الفيديو ده مفروض يبقى نازل من يومين، بس انا حرفيا من يومها وانا تعبانة تقريبا. في دور داير، وكل ما دور يدور انا لازم يدور الدور عليا، مش مرة او مرة، لا كل دور كورونا. ما جاتليش في الاول خالص اللي هي بتموت دي، بس جاتلي بقى اللي هي ايه كل شهر مرة، كل شهر لازم انام شوية. مهم الحمد لله يا رب، يعني ربنا يعوضني خير. نعمل صلصة عادي جدا ورز عادي جدا، ونحط حاجتنا على بعض، الخضرة الرز الملح. مشغلة فيلم بتسلى النهاردة بقى اجازة، الخميس بالليل سوري لا الجمعة بالليل، كان صباح السبت اجازة وعادي ورايقة، وبسهر انا وولادي وبنتفرج على افلام وكله زي الفل. وحشوت محشي ورق العنب، وحطيت نص الخلطة دي بالعلبة البلاستيك الخضرة دي في التلاجة عشان بكرة اعبي البتنجان. بتنجان بنت خالي مشكورة قالت لي هجيبهولك متقور، قلت لها متتعبيش نفسك اشتري متقور جاهز. قالت لي لا والله خليكي انتي مش قادرة تروحي السوق ولا حاجة، انا هقوره واجيبه. امين امين. قلت بس نص مشاكل اتحل. تاني يوم الست دخلت، ده ابنها استاذ محمد باشا ابو طويلة وبدأنا ان احنا نظبط التظابيط. ايه هي التظابيط؟ نغسل البتنجان ونطلع ورق العنب نرصه، واللحمة نحطها على النار تستوي تعمل شوربة وفي ماسورة، وكله زي الفل يا جماعة. وبس افتكرت ان انا في حتتين لحمة كده هشوحهم تحت الطاجن، فطلعتهم الحمد لله فكوا بسرعة في الميكروويف، والله فاكرة فكيتهم فين. مهم يعني فكوا، شوحتهم اخدوا صدمة ما استووش يعني، وحطيتهم تحت الطاجن ومستعد خلاص. البت بقى ايه، السوبر وومن راحت، السوبر وومن جت. ايه بقى لازم يحصل الخازوق التمام. بفتح التلاجة اجيب الخلطة بتاعة المحشي اللي انا حطيتها بالليل، شميت ريحة يا نهار ابيض، ايه الريحة دي؟ اتوغوشت
دلوقتي اصلا وانا بسجل صوت على الفيديو التليفون هنج وفصل ومرضيش يعمل اي حاجه خالص، وفي حته كبيره قوي صوت ما اتسجلتش اساسا. الفيديو ده فيه حاجه اليوم ده فيه حاجه غلط، ايه هي مش فاهمه. الحمد لله، الحمد لله ان احنا بخير وكويسين، الحمد لله ان هي عدت على خير اصلا وانا لحقت وانقذت الموقف. المهم لقيت، تفهموش بقى، ريحه التلاجة عملت ريحه البتاع ده، الخلطه باظت. ما حدش يسالني باظت ازاي، انا على نفسي لحد دلوقتي ما اعرفش. عادل بيقول مثلا باب التلاجة كان مفتوح من بالليل، الدنيا حر، الكهرباء بتقطع وتيجي فما ظبطتش. المهم هو ده اللي حصل، وانا يهديكي يرضيكي يا محشي طعمه جميل بس في ريحه، الريحه جايه منين انا ما اعرفش. المهم رحت رميت، سويت صباعين محشي عشان اشوف الطعم هيفضل حلو ولا الريحه، ما انا عامله خلطه محشي كتير والناس قاعده وانا عايزه اسوي. طب هل هتظهر مش هتظهر؟ هو في ريحه، انا شامه ريحه مش مظبوطه، مش ريحه الخلطه العاديه. رحت بقى المهم في الاخر ايه، بعد ما سويت الصباعين طلعوا وحشين، رحت رميهم زي ما انتوا شايفين كده، حطيتهم في الكيس وهوب عالزبالة. خسرت الصلصة والزيت والخضرة والتقطيع والبصل والوقت وطول الليل وعيني. قبل ما ارميها كنت عاملة خلطة للمحشي الجديد. عملت خلطة نايف عشان مش لسه هسبك النايف اصلا كده كده بحبها وكنت ناوية اعملها اصلا، بس قلت ايه لا، عندي ضيوف اعمل لهم المسبك والمحمر والمشمر. محدش يدخل يقول لي مفيش محمر ومشمر، لان عادي الفراخ محمره قدامكم بس عملت ضربت قوطه في الكبه، ضربتها في الهاند بلندر وشويه رز وخضره وبصل متقطع، ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وشطه وقرن فلفل اخضر، ويلا بينا يلا بينا على راي ايه الوزان. وحشيت كده شويه، بعد كده اديت بنت خالي تكمل هي الحشو، الحله يعني البتنجان وكده، على حد ما انا ايه اعمل المشاميل بسرعه. عملت عملت كوبايه شاي الاول عشان خلاص بقى مزاجي اتعكر بقى، قلت اظبط راسي بقى، اظبط دماغي، المهم المزاج، المهم اشتغل بمزاج، مش مهم يعني فليحترق العالم، مش مهم اللي يحصل حواليا. شربت كوبايه الشاي بتاعتي، وايد في النار وايد في الشاي، ها شوحت المشاميلو. انا بس لحظه وانا بنزل اللبن ما جاتش، بس عادي يعني، انتي اهم حاجه تبقى مغرقاها كده في السمنه وشويه زيت في الاخر، وتبقى ايه ما تبقاش مخرزه، ريحتها تطلع، تحطي عليها اللبن تقلبي. حتى لو فيها تكتلات، التكتلات دي بتبقى مش دقيق، بتبقى عادي عجينه وبتفك في السوا. هنا مصطفى بقى كان عيد ميلاده يا جماعه النهارده، كلنا نقول له كل سنه وهو طيب، بيحط البشاميل ودي ايده هو بيلقطوا الفراخ المسلوقه والبشاميل. ما كنتش عارفه اصور من كتر ما انا عماله اطرد فيهم كلهم. طبعا جاعوا عشان خاطر الموضوع ان المحشي الخلطه الزياده دي عملت خدت مننا وقت اكتر من اللي احنا متوقعينه، مع ان احنا فطرنا. وهنا مفروض كنت اعمل في بتاع صينيه اكبر يعني، او باقي شويه مكرونه، بس انا استخسرتها فيهم. قالوا لنا سيبي شويه المكرونه الزياده وحطي عليهم شويه بشاميل استخسرتها فيهم وحطيتها على الطاجن، مع ان الطاجن كان مش يعني خلاص مش مستوعب كل الكميه دي. البايركس بيبقى حرف واطي، مش بياخد كل حاجه، بيبقى بيضاوي كده، فمش بياخد كميه كبيره زي الالمونيا. بس انا قلت لا، جاي لي ضيوف بقى واطلع بقى الايه البايركس والفايركس والحاجات دي كلها. مش والله ما فاكره الطقم اللي انا حاطاه ده اسمه ايه، ليه اسم كده، اللي هو بيبقى ليه ستاند وتحته شمع عشان الاكل يفضل سخن على السفره. المهم اصلا تحسوا ان في شبوره في التصوير في الحته دي، ده عارفين ده ليه؟ عشان صينيه البشاميل اللي في الفرن قعدت تدلدق في الصاج وتعمل، ورش ملح على الصاج عشان خاطر تتشرب الدهون، مفيش فايده، بتكب كده، بتكب بشاميل. كل ده عشان استخسرت فيهم 20 حبايه مكرونه وشويه بشاميل. يلا بصوا طلعت جامده موت بجد، تسلم ايدي تسلم ايدي بجد، كانت تحفه. وكنت عاملاها بالفراخ، ما تنسوش تتبيله الفراخ اللي هي شاورما الفراخ. اهم حاجه تحطوا كمون وفلفل اسود وكزبره وشويه شطه وطماطم وفلفل، واهم حاجه جنزبيل وقرفه. طلعت البشاميل وفاضل طاجن ورق العنب في الفرن بعد ما سقيته زي ما انتم شايفين. الطاجن ورق العنب في الفرن مش بنسقيه يعني، مش بنعلي الميه على الاخر، فاهمين؟ بتبقى يدوب كده ايه تحت الوش بشويه وبتستوي. وكان خلاص بيتشرب يعني، فاضل فيه حاجه بسيطه.
طبعا عشان مصطفى، وانا لو قعدت بعد الاكله دي والله ما هقوم اعمل الكيك. فخلاص هو فاضل عليه 5 دقايق ويطلع، عجنت الكيك لحد ما يطلع. مقادير الكيك 3 2 1، ما تنسوش دي الخطه بتاعه الكيك. 3 كوبايات دقيق، كوبايتين سكر، كوبايتين الا شويه. ساعات كنت زمان بعمل كوبايتين، دلوقتي بشيل منهم شويه عشان ما تبقاش ممكن احط كوبايه ونص كمان عشان ما تبقاش مسكره وبتبقى احلى. وواحد دي اللي هي 1 كوبايه زيت، برضو 1 الا ربع، بس انا عشان احفظها من صغري ما انساهاش المقادير كنت مسميها خطه 3 2 1. وبيضتين على اكبر صينيه. زمان كنت بحط البيضتين على اصغر صينيه، وكل ما ازود المعيار، كل ما ازود كوبايه ازود بيضتين كمان، فكنت بستهلك بيض كتير. هما بيضتين واضربي وبتطلع زي الفل. خدي مني ما ترجعيش ورايا، بتبقى هشه وجميله وتحفه. هنبطن الصينيه. شلت شويه دقيق وحطيت مكانهم كاكاو خام، كاكاو اسباني اللي هو المر الخام ده، وكانت تحفه تحفه تحفه. والخام اللي هو بيبقى لوحده بيبقى خشن شويه كده، بس انا سقيتها لبن فكانت طريه وجميله. بصوا بقى شكل الطاجن تحفه عشان اتفتح على وشه كذا مره، الوش لونه غمق سيكه، بس هو من جوه كان جميل يعني. يلا بقى نغرف ونخلص العزومه على حد ما الكيكه تخلص. بصولي بقى هنا على الطاجن، بصولي على الطاجن، بصولي. الله، الريحة جاية لحد عندي، انا عايزة تاني عايزة طاجن تاني. وطبعا دول لحمة مسلوقة، وكان على الوش طبعا لحمة في الطاجن. غرفت بقى البتاع ده، البتشنجان طعمه كان جامد. انتوا شايفين الايادي المعصعصة دي؟ الايادي المعصعصة دي كلها ايديهم. حطينا الاكل بقى على بال ما انا غرفت الاكل. وقعدنا كلنا. كانت الكيك استوت، قمت شلتها وسقيتها شويه لبن صغننين جدا، يعني صغننين. هي الكوبايه دي مش كوبايه كبيره على فكره، مش مج كبير، ما كنتش مليها على الاخر. زودت شويه بق صغنن كده في النص وخلاص. وبعد ما بردت خالص، على فكره اسقوها وهي سخنه، بعد ما بردت خالص عملت بقى حطيت على وشها اللي هو مش عارفه تقريبا ده بيبقى الجاتو شاتو او حاجه كده، بس انا مش بسميه، هو كيكه بالشوكولاته وخلاص على كده في العادي بحب اسقيها صوص الشوكليت يبقى خفيف عشان ينزل جواها وتبقى طعمها احلى، بس المره دي حسيت ان انا عايزه اغير شويه. عملت بقى كوبايتين لبن عليهم معلقتين كاكاو. شايفين لونه اسود ازاي؟ اسود سوادي الليل. طعمه انا اصلا بحب طعم الدارك اللي هو الممرر شويه ده اللي مش عليه سكر. تمام. بعد كده هحط شويه نشا نربطهم على النار. حطوا سكر حسب الرغبه، انا المعلقتين دول ما كفوش خالص، كان مر قوي. زودت تاني بعد ما عملت النشا. وهنربطهم على النار. بصوا كل نص كيلو لبن بياخد معلقتين نشا. انا هنا حطيت كوبايتين لبن، حطيت عليهم معلقه نشا. كنت حاسه ان هي كتير بس مش معلقه كبيره يعني. ربطتها على النار، ما تبقاش بقى مهلبيه، تبقى اخف المهلبيه عشان تبقى صوص كده. بصولي بقى القوام الجميل. وعلى فكره حطوا زيت او زبده، انا كسلت اطلع قالب زبده واكسر منه، حطيت شويه زيت تموين. والله ما حسيت بيهم ولا حد حس بيهم ولا حد رجع ورايا، وانا ما كنتش المفروض اقول لكم، بس انتوا عشان حبايبي مش هخبي عليكم حاجه. ادي ايد الاستاذ محمد حمودي حبيب قلبي ده وهو بيقلب الصوص. عايزه اقول لكم كان طعمها جامد بجد. كنت فاكره ان هي تبقى مش حلوه بالدارك ده، ولان انا الوش ده عملته قبل كده بس مش بالدارك، عملته قبل كده بالكاكاو اللي هو بتاع دريم ده، بيبقى مسكر وجميل، كان احلى طبعا من دوت. عشان خاطر دلوقتي بقى انا اتعودت على طعم المراره فحبيت الدارك اكتر. بصوا لي شكلها. تعالوا بقى نشوف عيد ميلاد مصطفى اخو محمد. تعالوا نشوف ارائهم ايه. محمد دوق، ارجع ورا، ايه رايك؟ ولا تعال بتاع العيد ميلاد اهو. بتاعتي انت بتاكل منها ايه؟ حلوه قوي قوي قوي. ارجع ورا يا اسطى. بتاعتي بص هي دارك شويه فممكن ما تبقاش بالنسبه لك احسن حاجه. هو مش فاهم يعني، بس هي بالنسبه عجباك. لا طب اوعى بس عشان ابو طويله. هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو. مسكره الشوكولاته مش مسكره. ايوه مش مسكره عشان دي دارك، وانا عامله دايت فعامله الكيكه ليك بس احنا دايت على سكر انا. حلوه اساسا حلو بجد. حلو. كل سنه وانت طيب يا معلم. شوف بقى هات الطبق بقى عشان ده كنت بدوقهولك بس.
والى هنا نكون وصلنا الى ختام حلقتنا. ما تنسوش تعملوا فولو وشير للفيديو لو عجبكم. باي.